عند العراق ما عنده، وحتى لو عند العراق سعيد مارشال، او باكستان عندها قنبله ذريه، والهند عندها قنبله ذريه، والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وامريكا، ما كلها عندها قنابل ذريه، كلها بيدمروها كويس. فندمر كل الدول اللي عندها سلاح دمار شامل. تجي قوة أجنبية تحتل دولة عربية وتشنق رئيسها واحنا نتفرج عليهم ونضحكوا. ابو عمار قعد في الأسر كم عام واحنا نتفرج عليه ونعقد قمة بدون ابو عمار. ليش ما قلنا القمة ما تنعقدش لغاية ما يطلع ابو عمار من الأسر؟ واخيرا سمموه وقتلوه. ليش ما الحق نمشي لمجلس الامن حق المقت ابو عمار؟ وليش ما الحقوا في شنق صدام حسين؟ كيف يصير حرب يشنق ورئيس دولة عربية عضو في الجامعة العربية؟ لا نتكلم عن سياسة صدام حسين والخلافة معاه السياسة، ممكن كلنا مختلفين سياسيين معاه ومختلفين حتى مع بعضنا نحن الآن. ما في حاجة تجمعنا أبدا إلا القاعة هذه. ليش ما يكون فيها تحقيق في مقتل صدام حسين؟ قيادة عربية بالكامل تقتل تشنق في المشانق راح نتفرج، لماذا؟ وممكن الدور جاي عليكم كلكم. نعم. ليش ما يكون فيها تحقيق في مقتل صدام حسين؟ قيادة عربية بالكامل تقتل تشنق في المشانق راح نتفرج، لماذا؟ وممكن الدور جاي عليكم كلكم. نعم. ليش امريكا قاتلت مع صدام حسين ضد الخميني؟ كان صديقها. تشيني كان صديق لصدام حسين. رامي السلي كان وزير الدفاع الامريكي لما كانوا يدمروا في العراق، صديق حميم لصدام حسين، واخيرا باعوه وشنقوه. حتى انتم اصدقاء امريكا، نحن اصدقاء امريكا، بلاش نقول انتم، نحن اصدقاء امريكا كلنا قد توافق امريكا على شنقنا في يوم ما. أشكر الأخ العقيد معمر القذافي على هذه الكلمة الصريحة والواضحة.